هدايا أعياد الميلاد وصلت بكري هذا العام إلى نظام الحبالشة الجزائر، فالصفعة ثم الصفعة، وتتوالى الصفعات على نظام الكبرانات. فبعد موقف البريطاني وموقف دول الخليج وإسبانيا وبلجيكا في دعم موقف المغرب من مغربية الصحراء، يأتي الدور هذه المرة على هولندا، وتأتي صفعة جديدة وهدية جديدة لنظام الكبرانات من هولندا. بغينا غير نعرفوا الحالة ديال النظام حبالشة الجزائر كيفاش غادي يكون من كل هذه الصفعات اليومية، صفعة تلو الصفعة، ومن من دول وازنة ذات ثقل سياسي واقتصادي كبير، عكس الجزائر اللي شفناها هذه الأيام إخواني أخواتي، حيث استقبل الرئيس الجزائري الرئيس البيلاروسي في الجزائر، وذلك طبعا كما كنعرفوا للهروب إلى الأمام من هاد الصفعات اللي كيتلقاها يوميا. وبغيناكم يا نظام الحبالشة تخرجوا وتردوا على هاد المواقف ديال هاد الدول هادي وهاد الصفعات اليومية، ولا ما تقدروش طبيعة الحال ما تقدروش، لأنكم عبارة عن دولة منفوخة فقط. هذا هو حجمكم وحجم النظام ديالكم اللي هو منفوخ، مجرد نظام منفوخ غير قادر على التعامل مع هذه الصفعات الواحدة تلو الأخرى. فقد أكدت هولندا موقفا واضحا يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والعملي لإنهاء نزاع الصحراء المغربية. هذا الموقف يأتي انسجاما مع دعم أوروبي متنامي للمبادرة المغربية، ويعكس التحول الدولي نحو تبني حلول تقوم على التوافق والبراغماتية بعيدا عن الأطروحات الانفصالية لحبالشة الجزائر الذين طبيعة الحال يدعمون ضفادع البوليخاريو، و50 سنة هما كيدعموا فيهم وخسروا مليارات الدولارات بدون أي نتيجة. وقد رحبت لاهاي بقرار مجلس الأمن رقم 2797، وشددت على دعمها الكامل للمسار الأممي القائم على المبادرة المغربية التي أصبحت اليوم مرجعا أساسيا لأي عملية تسوية. تمثل هذه الخطوة تعزيزا للدينامية الدبلوماسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، واعترافا بجدية التي يتعامل معها المغرب مع هذا الملف الحساس، وعلى الدبلوماسية المغربية القوية التي ترجمت بقرار مجلس الأمن 2797. وفي سياق هذا التقارب المتصارع، أشاد المغرب وهولندا بالزخم غير مسبوق في علاقتهما الثنائية، وأعلن في إعلان مشترك عن قرار العمل على الارتقاء بتعاونهما إلى مستوى شراكة استراتيجية. وسمعوا يا حبالشة الجزائر، المغرب مشي القدام وعنده شراكات استراتيجية مع بلدان ذات وزن كبير اقتصادي سياسي في العالم. انتم نخليوكم مع الحبالشة ديالكم، مرة تجيبوا بيلاروسيا، مرة تمشوا عند موزمبيق، هذا هو الوزن ديالكم. وأكد الجانبان الهولندي والمغربي على جودة وعمق الشراكة المبنية على الصداقة والثقة المتبادلة ودعم المصالح الاستراتيجية للبلدين. وتم الاتفاق إخواني أخواتي على تعزيز انتظام الحوار السياسي بين المغرب وهولندا، وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وتنفيذ خارطة الطريق لسنة 2022 بعد تجديدها سنة 2026 لتعميق التعاون. وقد جدد المغرب وهولندا عزمهما على توسيع التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والفلاحة والأمن والعلوم والثقافة والهجرة، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. اللي ما كيعرفوش الجزائري شنو كيعني هذا المصطلح،
وتدبير المياه والبنية التحتية والتجارة والاستثمارات والمجال الفلاحي والأمن الغذائي. هذا التوجه يعكس رؤية مشتركة نحو اقتصاد أخضر مستقبلي، ويضع البلدين في موقع متقدم على الصعيد الدولي في مجال الطاقة النظيفة. ومن بين النقاط التي تبرز قوة الثقة المتبادلة، جددت هولندا اهتمامها الكبير بالتعاون مع المغرب استعدادا لتنظيم كأس العالم 2030. وسمعوا يا حبالشة الجزائر، حنا ننظموا كأس العالم ودابا ننظموا كأس افريقيا، ثم شنو درتوا؟ وهذا الاهتمام يعكس تقدير الشركاء الأوروبيين للبنية التحتية المغربية والتحول الرياضي الذي تعرفه المملكة. فمن خلال دعم الحكم الذاتي وتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية مع المغرب، تظهر هولندا كجزء من توجه دولي جديد يعترف بدور المملكة كقوة إقليمية تتحرك بثبات وثقة. والواضح أن الدعم الهولندي ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل جزء من رؤية استراتيجية طويلة الأمد تعكس مصالح مشتركة وتحالفات تستند إلى الاستقرار واحترام السيادة الوطنية المغربية. ومع توسع الاعتراف الدولي بالمبادرة المغربية وتنامي الشراكات المستقبلية، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، عكس حبالشة الجزائر. إخواني أخواتي، نصرفوا مليارات الدولارات كما احنا عارفين، وفين النتيجة؟ ما كاين حتى شي نتيجة سوى الهزائم والهزائم ثم الهزائم. وكما كنعرفوا إخواني أخواتي، فإن نظام كفرنات الجزائر ونظام الحبالشة فقد ربط مصيره بمصير ضفادعة البوليخاريو، ولم يقدم أي حل للنزاع سوى التخبط والهزائم المتتالية. إذن ضربات متتالية وصفعات متتالية لنظام حبالشة الجزائر، وهزيمة تلو الهزيمة لهذا النظام المنفوخ، وانتصارات قوية للمملكة المغربية. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، ولا تبخلوا علينا بزر الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر. تحياتي.